اي مدرس، اي ولي امر، اي طالب، كله يركز معايا في الفيديو ده. جايب لكم النهارده عظمه، جايب لكم كتب على اعلى مستوى. خلاص للي عايز يشتغل في اللغه الانجليزيه، سواء كان مدرسه حضانه، مدرس تاسيس، طالب، ولي امر. ركز كده في مجموعه الكتب اللي جايبها لك دي. بص معايا، ركز معايا. اول حاجه كتب التاسيس، من اول خالص لو حتى عنده 3 سنين او 4 سنوات، وثلاث كتب، 3 مستويات مختلفة اهم. تبص معايا هنا كده: المستوى الاول، المستوى الثاني، المستوى الثالث. ديت كورس قواعد جرامر، يعني اللي عاملاهم يعني مس عبقرية، مس آلاء خضر، هي اللي مؤسسة الكتب دي. بصراحة بشكرها جدا، يعني مجهود خرافة وابداع ابداع ابداع. ركز معايا، هقول لك تعمل ايه في الكتب دي وازاي تشتغل فيها. اول حاجة، طبعا احنا في فترة اجازة وكله زي ما اتفقنا، اهم حاجة مرحلة التأسيس. اول حاجة لو ابن لسه صغير، لسه 3 سنوات او 4 سنوات، من 4 سنوات ل5 سنوات، زي ما انتم شايفين مسألة كاتبه لنا العمر اهو، من 4 سنوات ل5 سنوات. واي مدرسة حضانة يا ريت تركز في الفيديو ده. ده اول كتاب اي طفل لازم يبدأ فيه. اي طفل بيتأسس اول حاجة تبدأ بيها الكتاب ده اهو. الكتاب ده اهو اللي هو في سلسلة السندباد، جينيوس الالفابت. دي اول حاجه لازم تعرفها. اي ولية امر برضو مركزه معايا، اما اجي اعلم ابني ايه ابدا له بالكتاب ده على مسؤوليتي، انا هشتغل منه. يعني كتاب جدا رائع ومتميز. بص معايا الكتاب، دي اول خطوه اصلا في التاسيس. بيركز على الحروف كلها، لان ما ينفعش طالب يخش الابتدائي او خلاص يبقى كبر ومش عارف الحروف. اول حاجه الحروف واصوات الحروف وازاي تكتبها وازاي تمشي ايدك بطريقه صحيحه. بص معايا كده اهو، شوف الكتاب. كتاب 10/10، وألوانه جميلة وممتاز. أول حاجة بيعلمك إزاي تمشي. طبعا الإنجليش زي ما احنا عارفين بيمشي من الشمال لليمين، from left to right. أهو تمشي كده على الخط، بيعلمك إزاي بطريقة مختلفة. أهو من تحت لفوق ومن فوق لتحت. أهو اعمل نفس الخطوات بالظبط. حتى لو ولية أمر اشتغلت منه مع ابنها بدون مدرس، هتقدر تخلي ابنها يكتب صح. أهو امشي كده اهو اهو، طالع نازل نازل طالع كده. امشي بايدك، امشي بايدك، ومن الشمال لليمين، ومن الشمال لليمين. هنا هنا تمام، من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، تمشي كده. شفت الطريقه؟ امشي مع الكتاب خطوه بخطوه. دي اول حاجه. خلاص ايدك اتعودت، ايدك اتعودت تمشي من الشمال لليمين. بص بقى، شوف الجمال. بديلك لك بالحروف، ودي اهم حاجه اللي انا بوصي بيها مدرسات الحضانات. يا جماعه اي حد شغال في حضانه يا ريت يركز في التاسيس. يا ريت الاطفال بتطلع من الحضانه مش عارفين حاجه، طب على الاقل طلعوا من الحضانه عارف يكتب الحروف صح وعارف اصوات الحروف. لو خدنا حتى الفايده دي يبقى كده كويس ججدا. اول حرف كابيتال وسمول، طريقه الكتابه اهي، ازاي بيعلمك تكتبه. راسم لك سطور تكتب ازاي، وتكتب الاي كابيتال والاي سمول لازما يعني بص، تتعلم بطريقه صحيحه جدا. فهتلاقي الكتاب فيه كل الحروف. وطبعا بعض الكلمات دي مطلوب منك انك تعرفها كده ايه، شفوي، يعني تعرف النملة اسمها انت كده. وهتلاقي موجود فيه برضو بعض الفوكاب لتنمية الفوكاب، عشان يبقى عندنا حصيلة لغوية. مثلا ال الالوان موجودة، الفاميلي موجودة، مثلا الخضروات موجودة، اعتقد الزو موجودة، الحيوانات كله هتلاقي اهو حرف البي. طريقة كتابة البي بالطريقة الصحيحة كده اهو، كابيتال وسمول وعليها كلمات. فدي اول خطوة. حتى لو طفل صغير لسه نونو هيقدر يتعلم من خلال الكتاب ده. كتاب 10/10 اهو. برضو تقوية الحصيلة اللغوية، هنا الفاميلي، grandfather، father، brother، grandmother، mother، sister. مجموعة من الحصيلة، يعني تنمية المهارة اللغوية كمان، وطريقة الكتابة بصحيح اهو الى نهاية الكتاب اهو. كتاب 10/10. يبقى ده اول كتاب اهو، اول كتاب هنبدا بيه. يبقى كل اي حد شغال في حضانه، اي حد بيأسس، ابدا بده، ابدا بده. والمهتم يكتب مهتم، ويكتب لنا عاوزه ازاي لو كان مدرس او اي حاجه. ومس آلاء هتخلي حد يتواصل معاكم ان شاء الله. بصراحه ابدعت مس آلاء خضر، بشكرها جدا على الكتاب ده. رائع 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 واكتر من ممتاز. ده اول كتاب هنبدا بيه. اللي يخلصه خلاص خلصت ده، دي الخطوه الاولى. تركنه وتخش على عامله 2 ليفل، مستويين، مستوى اول ومستوى ثاني.
تأسيس في القراءة والصوتيات والكتابة برضه اهو. المستوى الأول في الصوتيات عبارة عن الشورت فاولز، وكمان عاملة طريقة جدا بادئالك كده يعني بالحروف الأول اللي هتخليك تعرف تقرأ، زي مثلا الاس والتي. دي الحروف اللي تخليك من أول سيشن، من أول حصة أو من أول محاضرة تقدر تقرأ كلمات. يبقى ده الشورت فاولز عاملاها برضو بطريقة جدا خرافية وجميلة اهو. شفت ازاي تنطق والعائلات الكلمات اهو. بص الشورت فاولز. اوكي، بعد ما هتخلص ده المستوى الاول، انت مش محتاج حاجه. خش على المستوى الثاني اللي هو اللونج فاولز. يبقى 3 كتب احسن من بعض. المهم تبدا بده، وبعدين بليفل 1، وبعدين ليفل 3، ليفل 2. اوكي، نيجي بقى القواعد بقى. الجرامر هي عامله برضو 3 مستويات للجرامر 10 على 10. المستوى الاول اهو، المستوى الثاني، المستوى الثالث. وعشان الوقت برضو هنشرح منهم ان شاء الله، وهنزل دروس مجانية من كورس القواعد اللي موجود وكورس الصوتيات والقراءة. استنوني هشرح لكم من كتاب سندباد، المؤلفة بتاعته مس آلاء خضر، بشكرها عليه بصراحة. كتب 10 على 10، 10 على 10. ثانك يو، بالتوفيق للجميع ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.